الريال اللي بقيت تحس ان هو بيتسلى بالفريق اللي قدامه ايا كان هو مين لحد ما يشوفوا له فريق كبير يلعبه. ولكن انت لما تشوف الفريق زي ريال مدريد كل مباراه او كل مباراتين ثلاثه بيتصاب منهم لاعب وبيركن على الدكه وبيركن في المستشفى، وبالرغم من ده كله ان هو مستمر في المنافسه على الدوري، لا هنا لازم تقول ان المدرب شغال. فهنا لازم تعترف ان المدرب واحد زي انشيلوتي شغال. اي نعم ممكن يكون مش بيقدم المتعه الكرويه في الهجوم، ولكن هو شغال على التكتيك. لان انت مثلا لما يبقى عندك كل ماتش والتاني مصابه، يعني اخر ماتش اللي هو المباراه اللي عدت بنصاب فيها مودريتش اللي كان بيلعب ب 4-3-2-1 في نص الملعب، اللي كان بيلعب بنص الملعب تلاقي المره دي بيلعب ب 4-3-3، اعتمد على واحد زي توني كروس في نص الملعب، واحد زي بلينجهام، واحد زي فالفيردي، وبيعتمد قدام واحد زي ابراهيم دياز، واحد زي خوسيل، واحد زي رودريجو اللي بيلعب النهارده يعني ملوش مركز معين، ولكن بيلعب في الخط الامامي. كان في بدايه المباراه بيلعب على الجناح الشمال، بعد كده نقل على الجناح اليمين، ولكن بالرغم من كده انه على الجناح اليمين بيجيب اجوان، على الجناح الشمال بيجيب اهداف زي المباراه زي هدف النهارده في المباراه. ولكن لما تيجي تبص على مثلا بناء اللعب في ريال مدريد وتبص تلاقي يعني بص تلاقي واحد زي توني كروس نزل مدافع ثالث مع الاثنين مدافعين اللي ورا، واحد اللي هو رودريجو او سواء كان المدافع الثاني، وتلاقي واحد زي مثلا الباك الشمال مندي، واحد زي باك الشمال مندي فتح لقدام شويه، وتلاقي واحد زي جود بلينجهام نزل لتحت، وتلاقي واحد من الجناحات اللي من قدام واحد زي مثلا رودريجو نزل خط الوسط، فهتلاقي الدفاع الفريق كله بقى حته واحده. حتى لما في لحظه الهجوم في الدفاع بتلاقي ان الفريق كله برضه نزل يدافع مع بعضيه، يعني ما فهمش اللعب الفردي. لا هو اي نعم ممكن يكون ما فهمش الكره الحلوه، ولكن فيه الانضباط التكتيكي من ناحيه الدفاع ومن ناحيه الهجوم. انت لما تبص على واحد زي بلينجهام اللي بتلاقيه واقف على خط ال 18 بيرفع كروس او بيرفع عرضيه لواحد في نص في 6 ياردة، اللي هو برضه تبص تلاقيه في الفيردي اللي هو برضه نص ملعب. فهنا تلاقي لا الفريق تلاقي الاجنحه راجعه لورا، وتلاقي نص الملعب دخل لقدام. لا هنا برضه مش من فراغ، ده برضه تكتيك مدرب وشغل مدربين. على الناحيه الثانيه مثلا فريق زي غرناطه اللي كان بيلعب 4-4-2 في 4-4، يعني بيلعب 4 في وسط الملعب، ورغم من كده ما قدرش يمسك وسط الملعب، لان في نص الملعب كسر عدديه من ناحيه لعيبه ريال مدريد، توني كروز، فالفيردي، بلينجهام، بالزياده برضو ان واحد زي خوسيلو ساعات بينزل لتحت، واحد زي رودريجو بينزل لتحت، واحد زي بريم دياز بينزل لتحت. ولكن الحاجه اللي برضه مش مفهومه يعني واحد زي بلينجهام اللي هو بيلعب اساسا وسط ملعب في الناحيه اليمين، تبص تلاقيه دخل جوه ال 18 في الناحيه الشمال. يعني تحرك تكتيكي من بلينجهام او وعي تكتيكي بلينجهام وتوظيف ولا اروع من واحد زي انشيلوتي. ومش هو بس اللي بيعمل كده، يعني حتى توني كروز اللي بتلاقيه مثلا بيلعب ديفندر في نص الملعب مدافع، واحد زي بلينجهام على يمين على شمال، واحد زي فالفيردي على يمينه، لا حتى بتلاقيه هو في توني كروز بتلاقيه خد الجناح اليمين وخد الجناح الشمال، وخد ساعات بيزيد في النص من راس حربه. ده برضو ده كله بيشتت لاعبي غرناطه اللي مش قادرين يعملوا مش فاهمين هم كل لاعب هيمسك مين. يعني انا مثلا لما عارف ان انا همسك اللاعب الفلاني ببص الاقي اللاعب الفلاني خد المكان التاني، طب انا همشي وراه ولا استنى اللاعب اللي هيجي تاني؟ فبص تلاقي في تشتت حتى في التمركز الدفاعي لفريق غرناطه. وده خلقه ان الفريق نفسه بتاع ريال مدريد كله متشكل. يعني هنا شويه تلاقي بلينجهام على واحد زي رودريجو تلاقيه على الجناح اليمين، وشويه تلاقيه على الجناح الشمال، واحد زي خوسيلو تلاقيه مره جناح، مره تلاقيه مره بقى راس حربه. هنا تنوع في التكتيك، وده كله يرجع لواحد زي انشيلوتي. ولكن حتى اللعيبه الصغيرين لما نزلوا يعني تحس ان اللعيبه برضو كله واخدين على الجو اللي جوه الملعب. يعني مفيش واحد فيهم ملوش دعوه يقول لك لا انا مش هدافع او لا انا مش بعرف اهاجم. حتى واحد زي نيكو باز اللي خد الثقه من ماتش نابولي تلاقيه برضه نازل سدد له كذا تسديده، ويعني ممكن يكون مش التسديدات الحلوه، ولكن برضه واخدين الثقه على التسديد. ويعني لعيبه واخده الثقه من المدرب واخده الثقه في الملعب، وكده كده يعني عارفه ان مفيش حد في بره هيقف بكونها هينزل بكونها لو غلطت، فعشان كده واخدين الثقه. ولكن الريال بيفوز ومستمر في صدارة الدوري في سباق الصدارة مع فريق جيرونا، ومستني اللقاء اللي هيبقى يجمع بين جيرونا وبين برشلونة، واللقاء ده اللي هيحدد إذا كان جيرونا هيقدر يكمل أو برشلونة هيصعد هيقدر ينافس على الدوري.